السلام عليكم، مرحبا بكم أحبائي ريحة كوجينتنا. رمضانكم مبروك مرة أخرى. المرة هذه جيتكم بالزلابية السهل الممتنع، وعندي راهو فيديوهات سابقين، ولكن كل مرة نبدل لكم الطريقة باش نوريكم اللي كل طريقة راهي تجي بها الزلابية. كما تراو زلابية ناجحة 100% بإذن الله. توا تبعوني وشوفوا كيفاش عملتها. خذيت مغرفة مش مليانة متاع خميرة ومعاها قبصة ملح، وخذيت عليهم كيلو فرينة. الفرينة متعددة الاستعمالات، تزيرو. وباش نعجن بالماء البارد، ماء عادي من السبالة هو اللي باش نعجن بيه. المرة هذه وقتها كي باش نصب الماء باش نصبه الكل فرد المرة، يعني باش نعملها طرية من الأول مرة، مانيش كما الفيديوهات السابقة عملتها يابسة أو قعدت نطري فيها. المرة هذه لا، باش نحط الماء فرد المرة أو نقعد نخدمها. شوفوا كيفاش الطريقة متاع الخدمان متاعها. نصبت فيها كيكة اللي انت تخدم وتولي كيما عجينة متاع الورقة متاع الملسوقة هكاكا متاع البوريك. توا نحطها تخمر في سطل كيكة يتسكر بالغطاء متاعو، خليها 3 أيام وإلا 4 أيام، وانتي والطقس متاع اللي عندكم سخونة ولا باردة. سينو تزيدوها مغرفتين خل باش تسرع في الخمران متاعها. يبدا واحد دارو باردة، نحط لهنا 2 كيلو سكر، عليهم إيترا وربع ماء، ونخليهم يغليوا، ومن بعد نحط فيهم نعصر لهم كعبة قارص. لهنا العجينة كما تراو القوام متاعها كيفاش خمرت بعد 4 أيام. هذيكايا خمرت لي وعملت المطعم متاع القروسية متاع الزلابية، خاطر راي مهم برشا الزلابية لازمها تكون فيها مطعم القروسية. أنا حطيت فيها الكركم، انتوما كما تحبوا، لو كان تحبوا تحطوا كولورون آخر ديك يرجع لكم الاختيار لكم انتوما. باهي حطيت فيها مغرفة متاع فرينة أخرى باش نوقف لها التخمير متاعها، باش ما تقعدش تعملي فك الفقاقة هذاكم هي. وحطيت فيها شوية خميرة، كما نقولوا مغرفة متاع قهوة خميرة متاع مرطبات. وتوا باش نبدأ نخدم بها الزلابية. لهنا كما تراوكم باش نحط القارص، وكي يبدا فما فقاقيع كيف هكاك نحيوهم من فوق الشحور هذاك. القوام نتاع العجينه نتاعنا ما شاء الله كما تراو هكايا. توا باش نحطها في قمع ونبدا نشكل في الكعبات نتاعي. اللي ما نجمش يعمل القمع هكاك هذاك اللي نعملوه به نصبوا به الزيت، تنجموا راهو تحطوها في دبوزه هكايا تنقبوها، والا دبوزه نتاع كاتشاب ولا نتاع مايونيز ولا اي حاجه تستعملوها. عندي في القناه نتاع الزلابيه نتاع عمني والطرق الكل كيفاش عملتها. المره هذه انا شكلتها كان بالقمع. من بعد ما تجيبوا الكعبات نحطهم في الشحور يلزم يكون كيما الشحور نتاع المقروض اللي نعملوا به اليايو والمقروض، وكل نفس الشحور راهو كيف هكاكا. كما تراو هكا نشكلوا كعباتنا. ناخذوا يعني تحبوا قلاي ولا حاجة كبيرة باش تعملوا مثل 3 ولا 4 كعبات مع بعضهم، انتوما كما تحبوا انتوما. الزيت كما تراو ماهوش منحطوش زيت برشا، الزيت يعني منبا هكايا 1 سنتيمتر متاع زيت باش تنجموا تشكلوا فيهم كعبة الزلابية. والرزلتا هذه كما تراو خضروا لهم كعبات ما شاء الله.
كما تراو ما شاء الله الكعبات العسل متاعهم يقطروا ويشهيوا، نودكم ونشهيكم. والبقيه هذه راهي باش نعمل بها المخارق، استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. كما تراو الكعبات ما شاء الله جاو. توا نقول لكم في الامان وبسلام، وما تنساوش تحطوا لي رايكم في لي كومنتير وتكتبوا لي وتحطوا جيم والبارتاج فضلا وليس امرا، وتعطيني رايكم في الزلابيه. ايا بسلامه. توا نقول لكم اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال، وفي رسائل اخرى ان شاء الله جديده.